مليون مبروك للنادي الأهلي. مباراة كبيرة جدا أمام نادي الزمالك، وفوز عريض للنادي الأهلي أمام نادي الزمالك بنتيجة 4-1. مباراة شهدت تألق كبير جدا للاعب النادي الأهلي حسين الشحات، وإحرازه هدفين في المباراة. وبادر كده حسين الشحات في الدقيقة الثانية وأحرز هدف بقنبلة على شمال محمد صبحي في الزاوية اللي موجود فيها محمد صبحي. وطبعا ما قدرش يعمل لها أي حاجة لأن الكرة كانت قوية جدا. الكرة التانية برضو من حسين الشحات، توغل كده على حدود ال 18 وشاط كرة قوية جدا، صاروخ في نص المرمى تحت العارضة، خدت ايد محمد صبحي برضو ودخلت المرمى. وبرضو محمد صبحي بشكل كبير جدا يعني اخطأ في تقدير الكرة، لان الكرة كانت داخلة قوية جدا وخدت ايده كده ودخلت للجول. هدفين للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان مسيطر على مباريات الشوط الاول بشكل كبير جدا. النادي الاهلي كان مستحوذ، قفشه كان مسيطر على منطقه نص الملعب. يمكن اكتر لاعب في النادي الاهلي ونادي الزمالك في الشوط الاول كان لمس الكوره وتمريرات ما بينه وما بين اللاعبين. وفي نهايه كده الشوط الاول علي معلول من خارج حدود منطقه ال 18 وحط كده واحده مركونه كده على شمال محمد صبحي تعمل بند كده، وبرضه محمد صبحي يخطئ في تقدير الكرة والهدف الثالث للنادي الاهلي. يمكن علي معلول تألق في الموسم الحالي بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي في احراز الاهداف وفي كيفية صناعة الاهداف. فعلا زي ما قال الكابتن ايمن الكاشف، اسرع ديليفري في مصر. بالفعل علي معلول هو من اهم مواسمه مع النادي الاهلي هو الموسم الحالي. بعد كده دخلنا في الشوط الثاني، وسيريو بسرعه بدا ان هو يعمل تبديلات وتغييرات عشان يقدر يسيطر شويه على منطقه نص الملعب. عمل تغييرات بسرعه في احداث الشوط الثاني، وبدا نادي الزمالك يكون في هناك توازن في الاداء ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. سيد زيزو تحصل على ركله جزاء وهي بالتخصص واحرز منها هدف عشان نادي الزمالك يبدا كده بقى ان هو عايز يدخل في مجريات المباراه. كان فاضل بتاع 25 27 دقيقة على نهاية المباراة، وبالفعل كرة تانية من أحمد سيد زيزو تاخد كده وتخبط في القائم، يعني كرتين لنادي الزمالك في القائم. في أحداث أيضا الشوط الثاني كان نادي الزمالك بيحاول ان هو يرجع للمباراه، لكن فارق الاهداف كان كبير جدا ما بينه وما بين النادي الاهلي 3-1. والنفسيه والمعنويات طبعا بتتاثر بشكل كبير جدا، الى ان جاء دور المخيف محمد شريف في الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضايع، واحرز الهدف الرابع للنادي الاهلي بعد عرضيه كده من اليو يانج. اختفى على طول كده محمد شريف في جون على راي الكابتن ايمن الكاشف، اقول لك بينج في الجون على طول. عايز اتكلم بسرعه عن التحكيم في هذه المباراه. كان حكم اللقاء هو الكابتن محمود البنا، وفي المجمل التحكيم كان كويس في مجمل احداث المباراه، لكن كان هناك ركله جزاء صحيحه. كل خبراء التحكيم الكابتن احمد الشناوي والكابتن جهاد جريشه والكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه نادي الزمالك كله اكد ان كان في هناك ركله جزاء لحسين الشحات في الشوط الاول. بعد كده ما شدوا محمد عبد الغني من التيشيرت وسقط حسين الشحات في منطقة الجزاء، وكانت تستحق بطاقة حمراء. يعني كانت النتيجة 1-0، وركلة الجزاء دي لو كانت اتحسبت واللاعب محمد عبد الغني أخذ الإنذار الأحمر والطرد كان طبعا هيؤثر على سير المباراة. لكن عايزين نتكلم في ان هو ازاي الفار مرجعش للكورة، وازاي الفار او الاربعة خمسة الحكام اللي قاعدين في حجرة الفار مفيش ولا واحد فيهم شاف الكورة او اتكلم عليها. يعني حاجة محتاجة ل يعني لجنة الحكام كده ان هي تحاسب المقصر وتحاسب المسؤول. ازاي كرة واضحة وكرة صريحة بان هي ضربة جزاء وانت كحكم فار موجود، مش حكم فار بقى، ده واحد واثنين وثلاثة حكم فار موجودين، ومفيش حد فيهم يخلي الحكم يرجع يشوف الكرة مرة تانية. يعني محتاجين بقى اجابات على مثل هذه الاسئله. ايضا كمان عايز اتكلم في كره وضربه جزاء احمد سيد زيزو وضربه جزاء نادي الزمالك. هي بالفعل اليو ديانج عمل عمليه دفع كده لزيزو في منطقه ال 18، لكن لو رجعنا شويه للكره لورا هتلاقي الكره وهي ملعوبه كان هناك زي احتكاك كده ما بين محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي ولاعب من نادي الزمالك. مليون مبروك الفوز للنادي الاهلي،
و4 أهداف مقابل هدف، تبين سطوة وتبين قوة النادي الأهلي، وتبين قد إيه النادي الأهلي في الفترة دي فترة مهمة جدا، فترة استحواذ على البطولات. وحاجة كانت شرفت امبارح كل جماهير الأهلي في مصر على هذا الأداء المميز للاعيبة النادي الأهلي. الكابتن أحمد الطيب كده المنتمي لنادي الزمالك نزل بوست على الفيسبوك بيقول فيه يعني إن فرحة جماهير النادي الأهلي بالفوز بالدوري بتبين قد إيه احتكار نادي الزمالك للبطولة الموسمين على التوالي كان أمر مؤلم جدا. بالفعل يا كابتن أحمد، لأن دايما ارد عليك واقول لك دايما ان عشاق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بتبقى زعلانه جدا لما بيخسروا بطوله، لان النادي الاهلي دايما متعود على البطولات، دايما متعود على الانتصار. وفعلا انا كواحد من جمهور النادي الاهلي كنت زعلان جدا ان النادي الاهلي خسر الدوري الموسم الماضي وخسر الدوري الموسم قبل الماضي، لاننا دايما وجمهور الاهلي كله متعود دايما على البطوله. لعيبه نادي الاهلي متعودين دايما على الوقوف على منصات التتويج، ودايما النادي الاهلي معودنا ومعود جماهيره ان هو دايما يكون رقم واحد. لكن ان النادي الزمالك يفوز بالبطوله مرتين على التوالي اكيد لانه هو كان فعلا احسن من النادي الاهلي، واكيد ايضا ان النادي الاهلي احتكر البطوله دي مش مرتين. النادي الاهلي فاز ببطوله الدوري مره واثنين وثلاثه واربعه وسته وسبعه على التوالي. لو بتسمي ان انت او نادي الزمالك فاز ببطوله الدوري مرتين ده احتكار، فما بالك بقى بان النادي الاهلي بياخد بطوله الدوري وخدها قبل كده اكتر من 7-8 مرات على التوالي. وعادي لان جمهور النادي الاهلي هو متعود على كده ولا يرضى بغير ذلك من الفريق. في النهايه برضو بطمن الكابتن خالد الغندور على التحكيم، اديك شايف التحكيم، لكن مفيش بوست انت حضرتك من امبارح نزلته على الفيسبوك بيتكلم على التحكيم. ما شفتش حضرتك اتكلمت على الكابتن محمود البنا وتغاضيه عن ركله جزاء صحيحه لحسين الشحات، فقط بتتكلم على التحكيم من وجهه نظرك ومن خلال انتمائك. لكن لو عايزين نتكلم بصراحه على التحكيم يا ريت كنت خرجت واتكلمت ان النادي الاهلي كان ليه ركله جزاء، كنت اتكلمت في ان ركله جزاء احمد سيد زيزو كان مشكوك في امرها. لو كانت هناك كاميرا مبينه الاحتكاك اللي كان بين لاعب نادي الزمالك ومحمد عبد المنعم قبل الكره او اصلا ما تصل الى منطقه الجزاء. فعايز اقول في نهايه الفيديو مليون مبروك للنادي الاهلي، دايما التتويج ودايما النادي الاهلي على منصات التتويج ودايما النادي الاهلي رقم واحد. النادي الاهلي السنه دي ما شاء الله 5 بطولات في مختلف كده على مستوى القاره الافريقيه وفي الدوري والكاس والسوبر المصري. وهارد لك برضو نادي الزمالك خالي الوفاق العام ده من البطولات. نتمنى برضو التوفيق لنادي الزمالك في البطوله العربيه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.